شنو اساسها وشنو منطلقها وشنو الاوبجيكتيف اللي تحبوا؟ الوقفه هذه تاتي في اطار مساندة للمدير العام ومؤسسة كإدارة يعني لإدارة مستشفى العام الجامعي هادي شاكر اللي سمى النقابة اللي هي جلسة مساهمة في الفساد، يعني جلسة عملت اعتصام وشلت الحركة يعني ما خلاش الإداريين يدخلوا ويقوموا بمهامهم. يعني هذه المساندة ليه اللي هو يعني إنسان معروف، يعني الناس كنا نعرفوا جمال الحكيم إنسان نظيف ومعروف بمستقيده، يحب يصلح، ثم إصلاحات يحب يعملها، لكن الغالب ثم أطراف اللي ما يرضيهاش باش تكون يعني مسيرة التنظيف و يعني طرد معلومة الفساد الغالب يعني تحب تعمل بلد في صفوف الأعوان، يعني استغلت من أعوان الحراسة وبعض الأعوان يعني غرت بهم، واليوم بالعكس الإدارة بالعكس حريصة يعني باش ترسمهم باش تقوم بطالباتهم، لكن هما وراهم العكس ذلك يعني وشدوا الإدارة اعتصموا يعني في ظروف من هذا. واحنا كإداريين كتقنيين ما يساعدناش الشيء هذا، نحبوا يعني وبعدين احنا يعني يعاملوا يعني عملوا يعني مبررات واهيه يعني في اطار يعني في النقابه والمدير جالس يحب يكرس تعدديه نقابيه، وهذا ما هو صحيح. احنا كنا كعوان نحبوا نثبتوا اللي احنا مع الاتحاد العام تونس الشغل ومتمسكين فيه هي مؤسسه شرعيه وكذا، لكن هذه راهي تعليلات واهيه لا اساس لها من الصحه، ونحبوا نخدموا في طرف الحريه، في طرف يعني بالعكس لازم القانون ياخذ مجراه ان شاء الله. ربي مصلحه المريض هذا كله وين؟ انا بالعكس انا قلت لازمنا نكون نحرصوا على المعادله، هذه معادله ثم بالعكس لازم تكون معادله، انا بالعكس كمؤسسه استشفائيه لازم تكون معادله ذات في ثلاثه ابعاد، يعني ثم المريض اللي هو علينا حق، عنده علينا حق واللي هو امانه في عنقنا، لازم نخدموا بما كل ما هيك. النقابه كطرف اجتماعي لازم تساهم في العمل، تساهم في التصحيح، صحيح عند الحق يعني طلبات يعني لازم تكون مقنعه وحاجه يعني تخدم اعوان الصحه في اطار المشروع، ماش في اطار يعني البلطجه وتوقفوا يعني توقيف مسيره الاداره. وذلك كيف المؤسسه لازم عندها حرمه ما يلزموش يتخطاوها، ما ماشي اللي يجي يحتضن لك في الاذاعه ويوقف في الاداره ويوقف لك يعني عمل اداري يعني مؤسسه كامله، ثم مصالح اشخاص، ثم مصالح تاع جرايات تاع اعوان وعمال مسقاشه بس تصير يعني يلا غالب كما ناس تدفع للوراء والله غالب وربي يهديهم واحنا لازم نشهروا بهم. صحيح الوقفه هذه شكون يساندكم فيها؟ والله احنا بالعكس احنا كنا كاطارات اعوان الصحه بالولايه بالاداره الجهويه كمهنيين كاطار سبق طبي يعني ماهوش المستشفى الجامعي هادي شاكر وحده. احنا اعضاء مستشفى الجامعي الهادي شاكر ومعنا الاخيان اللي ساندونا الاداره مجمع الصحه. شنو الادارات اللي تساندكم ولا المؤسسات الصحيه اللي تساندكم في الوقفه الاحتجاجيه هذه؟ ثم الاداره الجهويه للصحه، ثم المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبه، الاخيان مجمع الصحه، المصلحه الجهويه للصحه. بالعكس كنا نحبوا نخدموا يد واحده في اطار المصر باش ننهضوا بالبلاد، يعني خاطر بلادنا يلزمنا تو وقت الاصلاح، وقت الخدمه، وقت الواحد ما يلزمش يعني نرجعوا بها الى الوراء الى ما تنراو في النقابه كيف تعمل ممارسات لعهد البلاد، يعني ثم استخبارات ثم بوليس سياسي عندها ثم هذا يراو مابقاش صحيح. وانا نقولوا تو وداع الخوف يلزمنا كلمه الحق يلزمها تعلو والحق يعلو ولا يعلى عليك. الله فيك صح. انا واحده من الناس هددتني تو بعث لي صباح تهديد يقول لي راهو مش يجي نهجم عليك البيرو، انا امراه تصور يجيب الجماعه في العصابه نتاعو اللي دايرين به يحب يهجم علي انا ولا نحمل مسؤوليته ومش نجيب له شكون نجيب وريه باش نعمل فيه قضيه. انا قدام الناس الكل نقول راهو يهدد فيا هذا معايا ويبعث لي جماعته باش يهددني ويخرجني من البيرو. انا امراه انا والله ماشي راهو بين كل شيء ونحمل كل حاجه تصير كل ضرر حتى انا هددني زيد كيف انا هددني زيد قال لي مش نولي نبعث لكم كل الديسبانسير وتخافوا على داركم وتخافوا على رواحكم. فيدوا كل شيء وتهجموا علينا وضربونا بعض عوان التنظيف ضربونا وتهجموا علينا ونحوا لي الشاب نتاعي ويهددوا فيا وجاني عليه البدوي يهدد فيا قال لي نعمل لك ونعمل لك ونعمل لك ونعمل لك وبعثوا لي امس عوان الحراسه باش يهزوني بالقوه يهددوا عليا. امس زاد على فكره جاو صورونا احنا نخدموا على روحنا وجاو صوروا فينا مش هيقولوا معانا شوفوا شنو رانا يلعبوا بنصورنا. صور انت حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. هذا صحابك المخاطي باندي ماش نقابي راهو باندي راهو راسي عز
راهو ماهوش نقابي ماهوش ولازم تقف في الحقائق ولازم تقف في الحقائق تجي الاستفتاء راهو رئيس عصابه. شوش انا نحب نعطي كلمه اسمه معناتها حماد النصراتي، وهذه انا نحب نقيسها بالله. تصور انا نقول مثلا كشخص معناتها الغناي معناتها ضرير، كيفاش انت اذا كان عندك انسانيه حتى نقول الضرير هكايا اخطا في حقك ولا في حق المؤسسه، كيفاش تضربه؟ تو انت بعينيك وتشوف شو تقذف كذا، اما ضرير كيفاش تضربه؟ هو شنو اللي صار؟ هي صارت هذه، شوف هذه بالنسبه للشخص هذا صارت معناتها قالوا له شو عدينا معناتها رقم فلاني مكالمه، هو قال لهم لا شو ما نحبوش ندخل في التفاصيل. المهم جاوا للبيرو وضربوه وكذا الصنداريست فهمت وضربوه كذا. لكن انا مستغرب اذا كان انسان وصل للحاله هذه يضرب ضرير هذا اسمه زلفي، هذا انا خاير فيه، هذا يهزه ويمشي على روحه يبعد علينا من المستشفى. وشنو اللي صار له؟ ضربوه شنو اللي صار له؟ قال لك اللي صار بالنسبه لي هو صاروا له 6 غرازي اشكال وعمل له كذا وكذا. في الوقت ما ثماش حقه خاطر ثم ناس معناتها تغطى عليه، ثم امن يغطى عليه، ثم كل جمهوريه نقولها خاطر معناتها بالغط المعلومه يغطى عليه. ولهذا ماذا بين القضيه هذه تخرج ونعاودوا نشوفوها وحنا كراجل نعديوها. اسمع شو نشرح نقول احنا وقتنا توا احنا وقتنا نتاع توا يلزمنا كل واحد اللي عنده مشكله يخرجها، ما خير لا تجي تعصب عليه ما خير لا كذا هذوما قضايا عنده خيارات ربي. وحاجه اخرى اخر كلمه نقولها، انا نسال تو وزير الداخليه الى يومنا هذا علاش ساكت؟ المؤسسه مش تبرك وهو ساكت، ما فهمتش انا. وزير الصحه وينه؟ ما نعرفش، ما فهمتش انا نسال وزير الداخليه يا خويا وينك انت؟ تحب نحن نضربوا باش انت تجير؟ طب نحن نموتوا باش انت تجير؟ نحن شنو؟ احنا قاعدين ندافعوا عن المؤسسه. انا والله نحكي لك ما نحبش نحكي عن نفسي، راهو قاعد في الواجهه فهمت معناتها بالواجهه، ما نحبش نعاود نقول لك ما نحبش نحكي عن نفسي ونقعد في الواجهه ونموت على البلاد ونموت على المؤسسه ورغم الاعداء ورغم اللي يحبوا يعملوا انا ناقف للمؤسسه هذيا ونعاود نقول لهم يا حماد يا مصراتي يا فلان راني واقف ضد الظلم، راني مش ضد خيرتي، راهو ضد الظلم اللي تعمل به. عوائل الصحة عندهم كرامتهم، المدير عنده كرامته، الموظف عنده كرامته، المريض عنده كرامته. انت باش تجي تطيح حاله؟ لا، رب سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني ادم. كرموا ربي كيفاش نجنينه؟ كيفاش نجنينه؟ حرام. حتى باش نجي نسمع كلام ما تجيش. انا شو نقول؟ انا كلمتي الاخيره نقول معناتها تقول لوزير الداخليه يا خويا اعمل وقفه وقول اسمع تقصي الحقائق. يجاونا تونس مش على نستغيثوا، تونس تستغيث على الدنيا السلام اذا كان ما يعملوش هذايا. مش معقول اللي قاعد يصير، مش معقول بالكل. شو واحد رئيس عصابه يضرب في العباد؟ انا واحده قلت نعاود لك يهدد فيا ونحمل كل المسؤوليه. تو مش على شهري ولينا نخطو على نحب ناخذ بزيف المرضيه. انا شو المريض هذه ساكت في الضرب تخدم بالمريض. ليش تخدم بالمريض؟ حتى الباقي مش تعملوا طالعين نحن ما نتفهمش كما زورنا الانتخابات اللي قبلها وقعدنا احنا نزوروا اللي بعد ديما نقولوا احنا ديما قاعدين نتعاونوا وهذا اللي كان موجود وممكن ما كان موجود في الهادي شايف كيف يجي واحد شكون يحب يخدم بالضافه يحب يخدم باش ينظم، هذا ما يروقلهمش. حتى اذا كان حاجه ما تتماشاش مع المصالح نتاعهم ما يروقلهمش. ولذلك هيك علاش حاجه فيها ثم توا احنا في اطار دوله القانون ثم نقابتين في الهادي شكل، نقابه سي جي تي تي وثم نقابه جي تي تي. السي جي تي تي اذا كانت هذه نقابه معترف بها مش معقول ان اداري تجيه بلاغ للتعليق يقول ما صحش ليه، معناتها ديجا هيك الوقت يكون مخل بالقانون هو. ولذلك تطبيقا للقانون سي نورمال انه صحح للتعليق وهذا لم يرق
للجماعه الاخرين نتاع الاتحاد، مع احترامي للاتحادات الكل، كل واحد يقوم بخدمته ومعناتها لازم نكونوا مسؤولين. حسب علمك النقابه مكونه، النقابه نتاع الجامعه التونسيه للعمل الشغل مكونه بصفه قانونيه، ماهيش مراسله وهميه ولا هذا معناتها هذا اللي يعلمنا به، ما عنديش حاجه موثقه قدامي، هذا اللي نعرفه وتنشط ويجيبوها حتى في التلفزه اذا كان ماهيش اذا كانت تكون غير قانونيه عمرهم لا يغطيوا النشاط نتاعها. ولذلك معناتها احنا كاطباء في الاداره الجهويه الصحه، في المخبر الجهوي لحفظ الصحه، في قسم الرعايه الصحيه، بكل اطارات طبيه وجبهه طبيه كنا نساندوا السيد جمال الحكيم معناتها ايمانا منا بنظافته وبتفانيه معناتها في خدمه هذا الوطن. بارك الله فيك، يعطيك الصحه. بارك الله فيك. يا لي